السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. جيناكم اليوم بالحلقة الثانية من مسلسلنا الشيق إلى ضاق الحال. إلا كنتو جداد ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا. وبطبيعة الحال وكيف العادة إلا كنتو من أهل الدار فراه الدار داركم. مرحبا بكم وألف مرحبا. معكم دابا أحداث الحلقة الثانية من مسلسلنا الشيق إلى ضاق الحال. كشفنا أن خديجة ضربت راجلها وطاح وغادي تهرب في الليل لأنه كيسحب ليها باللي مات. غنشوفوها غتبدل سميتها كيف سبق لي وقلت لكم. غادي تمشي للدار البيضاء وغادي تلقى بنعمة اللي غادي تعاونها وتديها لدارها وغادي تقلب لها على خدمة. نمشي معكم دابا الفرح اللي حتى هي غادي تهرب وحتى هي غنشوفوها غتلقى بنعمة اللي غادي تعاونها حتى هي بحال خديجة. اما بالنسبه لزينب اللي غادي تهرب من الاب ديالها خاف لي يزوجها بزاز من الفتاح، وحتى هي اللي غادي تهرب للدار البيضاء. كيف سبق لي وقلت لكم غادي تجمع مع البنات عند نعمه. نعمه هي اللي غادي تكون كتعاونهم وهي اللي غادي تقلب لهم على خدمه كاملين. والاب ديالها ملي غادي يعرف ان بنته ورثات بزاف ديال الفلوس من راجلها غادي يقلب عليها وغادي يمشي حتى هو للدار البيضاء. نرجع معكم دابا لخديجة اللي غادي تدوز من بزاف ديال المعاناة وغادي تكون دائما خايفة اللي يجيو ليها البوليس لأنه كيسحب ليها بلي قتلات راجلها. مسلسلنا مليء بالأحداث الشيقة اللي غادي نخبركم بها كل حلقة. حبابنا الفيديو ديالنا غيكون وصل للنهاية ديالو، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك ولا كومنتير ديالكم زوينين. شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله مع حلقة جديدة ومع مسلسل جديد. بسلام عليكم.